السلام عليكم، كيفكم؟ اليوم إن شاء الله بدي أعمل معاكم فتة الدجاج. أول إشي زي ما أنتم شايفين طبعا ضفت الزيت والبصل. بعدين بدي أحط الدجاج. طبعا أنا هون استخدمت بس دجاجة واحدة. البهارات اللي بتلزمني اللي هي ملح، كزبرة، فلفل أسود، هل مطحون، ومعلقة كاري وورق غار. هسا هون بدي أجي للرز. الرز طبعا هون أنا استخدمت خلطت الرز كاستين رز بسمتي وكاستين رز مصري. آه بدي أحطهم في مي مع شوية زيت نباتي، وبدي أضيف عليها كركم طبعا معلقة صغيرة، ومعلقة كاري ومعلقة ماجي. هسا طبعا بدي أخلطهم مع الرز ومع رشة ملح زي ما انتو شايفين. بدي أخلطهم وأتركهم لحتى يستووا. على ما يستوي الرز بدنا نعمل الصوص اللي أنا بدي أستخدمه للخلطة. طبعا هون أنا بالخلاط حطيت 6 حبات ثومة، كاسة طحينية، ورشة ملح، وعصير حبة ليمون. اللي بتحب إنها تكون أحمر بتقدر طبعا إنك تزيدي ليمون حسب ما أنت بدك. والملح دائما بحكي لكم حسب ما أنت بتحبي. الملح الكمية اللي أنت بتحبيها بتحطيها. طبعا راح أخلط بس الثومة بالخلاط علشان تكون ناعمة. هون طبعا زي ما أنتم شايفين أنا هون استخدمت كيلو لبن، طبعا حطيت كامل. بس الخلطة اللي خلطها أنا بالخلاط هسا بدي أصير أنزلها على اللبن. بدي أضيفها على اللبن وبدي أحركها باللبن. ما حطيت اللبن بالخلاط لأني ما بدي إياها إنها تكون كثير زي المي. تمام. طبعا زي ما أنتم شايفين هسا لما زدتها بدي أحرك اللبن فيها، وبدي طبعا بشوف أنا إذا حسيت إنه كمان بدها طحينية رح أرجع أضيف. طبعا أنا هون زي ما أنتم شايفين بعد ما خلطها رجعت ضفت كمان ما يقارب نص كاسة طحينية صغيرة، وخلطها في اللبن زي ما أنتم شايفين. القوام زي ما حكيت لكم ما بدي أحطها بالخلاط لأني ما بدي القوام يكون كثير خفيف. زي ما أنتم شايفين لا يكون كثير خفيف ولا يكون كثير جامد، يعني يكون متوسط. والأفضل صراحة إنك تعملي هاي الطريقة، ولكن اللي بتحب إنها تحط كل إشي بالخلاط هذا الإشي برجع لك. أنا ما بحب طبعا أخلطه لأنه بنات أنا بس أستخدمه هسه مع الخلطة بس أبلش تطبيق. طبعا راح تشوفوا هسه هيك في الفيديو. بحب إني أحط كمان بصحن على جانب، عشان هيك ما بحب إنها تكون كثير زي المي. هسه هون زي ما انتم شايفين بعد ما سلقت الدجاجة قطعتها بهذا الشكل. بدي أضيف عليها كوب من مرقة الدجاج. بعدين بدي أضيف عليها معلقة كاري ومعلقة ماجي. بدي أخليهم على الغاز أخلطهم بالدجاج لحتى ينشف المرقة تنشف عن الدجاج. بعدين بطفي الغاز، ما بدي إياها كمان كثير تنشف. هسا هون إن شاء الله رح نبلش بالتطبيق. طبعا الصحن اللي أنت بتحبي تستخدميه استخدميه. طريقة التطبيق اللي طبعا هسا إحنا رح نبلش فيها. أول إشي الصوص اللي عملناه بدنا ناخذ منه مغرفة واحدة بس طبعا، ورح نبلش هسا. بس أحط طبعا المغرفة. بعدين بدي أحط خبز محمص. طبعا بتقدري عادي اللي بتحب إنها تكليه بالزيت تكليه، واللي ما بدها بتقدري عادي إنك تقطعيه مع رشة زيت زيتون تحطيه بالفرن عادي، يعني ما بيأثر. زي ما انتوا شايفين حطيت اللبن حطيت الخبز. هسا بدي أضيف الرز. بعدين بعد ما أضيف الرز بدي أحط الدجاج. بعدين نفس الإشي برجع بحط خبز ورز وبحط دجاج. هون زي ما انتم شايفين وصلنا للشكل النهائي. أنا طبعا دائما بعملها بس على طبختين يا بنات، واللي بتحب إنها تزيد بتقدري إنك تزيدي. الله يسعدكم. لا تنسوا